رمضان شهر الخير. تعالوا هنا اقول لكم ازاي هنمشي الشهر ده. رمضان فرصة انك تغير اي عادات سيئة انت بتعملها. يعني لو انت واحد بتشتم كتير فشهر رمضان هيأدب لسانك شوية. لو انت بتدخن كتير فطبعا شهر رمضان هيخليك ما تشربش سجاير زي ما كنت بتشرب. حتى لو انت بتعمل عادات سيئة تانية فشهر رمضان هيحجمك شوية وهيخليك ما تعملهاش. ايوه بريس. شهر رمضان كل عام وانتم بخير. بيجي لنا تساؤلات كتير قوي، تتمرن قبل الفطار ولا تتمرن بعد الفطار؟ انا بصراحه برجح انك تتمرن بعد الفطار. ممكن تتمرن بعد الفطار، ممكن تتمرن على الساعه 10 11، وممكن كمان تتمرن قبل السحور مباشره. هتكون واكل كويس ومخازن الجلايكوجين عندك مليانه، وهتلاقي عندك مفيش ارهاق، وهتقدر تتمرن كويس، وفي نفس الوقت هتخرج من التمرين هتقدر تاكل الوجبه بتاعتك على طول. اما بقى لو اتمرنت قبل الفطار على طول فتره صيام بتتجاوز ل 14 ساعه فهتلاقي نفسك جسمك هزيل وضعيف، مش عارف تتمرن بنفس الكثافه، ما بتعرفش تشرب ميه، وكمان مخازن الجلايكوجين عندك هتبقى فاضيه. هلاقي واحد يقول لي ما انت كده كده جسمك ذكي جدا وهيقدر يتكيف على الوضع اللي انت فيه. هقول لك الكلام ده صح في حاله واحده بس، بعد انتهاء اول 15 يوم من شهر رمضان. يعني جسمك بيتكيف على الوضع الجديد بعد مرور فتره. الفتره دي بتبقى كام يوم؟ بتبقى مثلا من 10 ل 15، وفي اجسام تانية تبقى 20 يوم. فهتلاقي شهر رمضان خلص. علشان كده الناس بتخس عضلات، او تلاقي نفسك اول 15 يوم من رمضان جسمك بهت وجسمك تعبان وهزلان، بس بعد 15 يوم او في النص التاني من رمضان هتلاقي جسمك بقى بالبلدي كده بنقول ان هو فاق وان هو خد على وضع الصيام ووضع رمضان. بس ارجع اقول لك برضو حسب نظام شغلك ونظام حياتك. بس لو هتتمرن قبل الفطار يستحسن قبل الفطار بساعة واحدة بس، بحيث ان انت تخلص تمرينك وتروح تاكل على طول. اما بقى بلاقي شباب بتتمرن على الساعة 12 واحدة او تتمرن الساعة 2. الكلام ده غلط جدا، وجسمك ممكن يخش في جفاف وممكن يجي لك اغماءات وانت بتتمرن، واستحالة تحافظ على عضلاتك او تكتسب عضلات جديدة لو بتتمرن بدري قوي كده. وكمان لو انت عندك مشاكل صحيه بتهبط بسرعه، ضغط دمك واطي، ما انصحكش انك تتمرن قبل الفطار خالص. بالنسبه للتمرين وشده التمرين في رمضان، اول حاجه تمرينتك ما تزيدش عن 45 دقيقه لساعه بالكتير قوي، ده لو هتلعب كارديو. تاني حاجه ما تحاولش انك تزود اوزان او تحطم ارقام قياسيه، لانك بالطريقه دي هتهدم عضلاتك مش هتحافظ. اما بالنسبه لشرب الميه فلو انت زي بتنسى كتير فنزل ابلكيشن على الموبايل هيفكرك بالميه، هتكتب له عدد ساعات الفطار اللي انت بتفطر فيهم، وهو هيذكرك بكل ساعه او كل ساعتين تشرب المقدار المحدد ليك. ابعد تماما 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 عن اي عصاير، عن اي سكر، عن الحلويات بانواعها، وما تاكلهاش الا في الضروره القصوى. مثلا لو في عزومه او وجبه واحده في الاسبوع، يعني تاكلها 4 مرات في الشهر. اما بقى البلح او التمر هل اخده على الفطار ولا هيعلي لي الانسولين والكلام ده؟ عايز اقول لك ان في فرق ما بين كوبايه التمر او كوبايه السوبيا، لانه بيبقى عليها سكر مضاف غير صحي بيعلي الانسولين. اما السكر بتاع البلح هو سكر طبيعي. هشرح في فيديو تاني الفرق ما بين انواع السكر. وما دام الحاجه اللي انت بتاكلها دي فيها الياف فده بيمنع ان الانسولين يعلى في الدم مره واحده. وعايز اقول لك ان اي مصدر غذائي بيعلي الانسولين. زي ما قلت لك رمضان فرصه عظيمه جدا لو انت عايز تخس دهون في رمضان. وجبه فطار ووجبه سحور صحيه وما تشبعش للاخر، وهتاكل وجبه ثالثه سناك كده ما بين وجبه الفطار ووجبه السحور. اما لو انت عايز تزيد هتركز انك تاكل كل ساعتين، بحيث مثلا لو عدد ساعات الفطار 8 ساعات، لو كلت كل ساعتين هتاكل 4 وجبات، ولازم يكون وجبات مش كبيره علشان تلحق تجوع ما بين الوجبه والتانيه. وما تنساش النوم 8 ساعات على الاقل. رمضان احنا بننام قليل جدا يا اما بننام كتير جدا، فلو نمت قليل جدا هتلاقي نفسك ضعيف وهتلاقي نفسك مش قادر تتمرن، ولو نمت كتير جدا هتلاقي نفسك خملان وجسمك تعبان برضه. اما بقى رمضان شهر العزومات وشهر الخير، فتعال اقول لك تعمل ايه لو اتزنقت واتعزمت ومش عايز تلخبط الدايت. اول حاجه هتاخدها من السفره هي الميه. اشرب ميه على الاقل كوبايتين. تاني حاجه هتخش على طبق السلطه تاكله. تالت حاجه لو في مشويات هتاكلها. رابع حاجه هي الكارب او النشويات.
هتلاقي نفسك كلت مثلا صباعين محشي او معلقتين مكرونه وكده زي الفل شبعت. اما بقى نيجي للمكملات الغذائيه واهمهم وعلى راسهم بروتين الكازين، وهو بروتين بطيء امتصاص بيتاخد بعد السحور. هتاخد سكوب او 2 على حسب احتياجك من البروتين، وده هيفضل مكمل معاك 8 ساعات او 10 ساعات على حسب نوع الكازين. والكازين برضو متوفر في اكل زي الجبنه القريش، بس ما فيهاش مشكله لما تاكل برضو جبنه قريش وتاخد بروتين كازين. ما انت كده كده محتاج انك توفي احتياجاتك من البروتين. بيجي في المرتبه الثانيه بروتين الايزوليت، مهم جدا على الفطار. انا عن نفسي باخده على الفطار لان جسمك بيبقى صايم كتير جدا ومحتاج حاجه تخش للعضلات، فباخد سكوب بروتين على ميه بيسند معايا. المكمل اللي بيحير الناس في رمضان وهو الكرياتين. انت ممكن تاخد الكرياتين عادي خالص، بس تشرب كمية مية كافية على مدار اليوم، وكمان بلاش تاخد جرعات عالية من الكرياتين، كفاية 5 جرام. اما بقى الاحماض الامينية والجلوتامين والمالتي فيتامين شأنها شأن اي مكمل انت بتاخده. شهر رمضان يستحسن انك تاخد فيه مكملات بصورة اكتر. اخر حاجة هطلبها منكم او بالاخص من اصدقائنا المسيحيين، هم كده كده ما بيصوموش، فممكن يقسموا نفسهم ان هم يتمرنوا مثلا الصبح الساعه 11 12 او يتمرنوا في اي وقت. وارجوكوا سيبوا قبل الفطار وبعد الفطار مباشره وقبل السحور دول للمسلمين، علشان بصراحه الجيم بيبقى مدعكه. واخر حاجه احب اقولها لكم، شهر رمضان بيجي مره في السنه، وانت ان شاء الله هتشوف رمضان السنه دي. ربنا اعلم، ممكن السنه الجايه تكون موجود ولا مش موجود. فحاول تغتنم الفرصه بقراءه قران، بصلاه، وسيب المسلسلات اهي مترميه وممكن تتفرج عليها في اي وقت.